أكادير وفلا كانت شاهدة على بزاف منها حضارات اللي كانوا وسطى. في هاد الحلقة فغادي نعرفوا القصة ديال هاد الحضارات وأمامتو القصة ديال أكادير وفلا من الآخر. أكادير وفلا فهي ماشي قصبة اللي عادية، بالعكس فهي كانت شاهدة على واحد التقدم ديال البنيان والحضارات في مدينة أكادير، بحيث أنها كانت هي الأصل في هذه المدينة اللي احنا عايشين فيها. وفي نفس الوقت في الطريقة باش تم البناء ديالها وكيوصل المياه لجميع الناس اللي قاطنين بها من ارتفاع اللي عالي، يعني فوق سطح الماء. هاد المدينة وللأسف في 29 فبراير 1960 كانت واحد الليلة حزينة اللي خلات هاد القصبة تهدم، وجميع الديور اللي كانوا فيها فتهدموا وما بقاش منهم بزاف. من بعد هادشي فبقاو كاسي كيحاولوا يرمموا فيها ويرجعوا ولو قليل الآثار اللي كانوا فيها. دابا ولله الحمد ملي فتحوها فمكان جميل ورائع اللي كما كتشوفوا في اللقطات، فمكان اللي حاولوا بانه يرجعوا فيه الروح ويعطونا واحد المنظر اللي كيرجعنا لدوك الايام اللي قبل الزلزال. دونك عزيزي المشاهد، الا كنتي مازال ما زرتيش اكادير وفلا فسير دابا خذ البي وجي لهنا لاكادير وطلع تشوفها، حيت غادي تستمتع وانت كتشوف اكادير كامله بعينيك. كان معكم الدنا، كنشكركم بزاف على المتابعه حتى الاخر. سلام.